بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد مع شيبه سيده الدار. كيف نتوما المشاهدين البنات؟ كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير البنات. وكي ماشيين مع هذا الشوار هذا دابا كنوجدوا المملحات ونوجدوا المعسلات ونوجدوا هاد الباطاشوش. دخلوا عليا بعض البنات قالوا لي خايله نزلوا معنا، وهاد الباطاشو حتى هو كيمشي النسبه هيدا واخا في ديورنا كيمشي النسبه. بغيتو تعمروه بالملح كتعمروه، باي حشوه مملحه كتعمروه وكتزينوه. المهم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. الا عجبكم الفيديو ما تنساوناش. بالنسبه للباطاشو كنا كتعرفوا كل واحد اش كيقول له، كل واحد الاسم ديالو. حنا كنقولوا له باطاشو، هذا اللي كان هذه باطاشو. بالنسبه كيمشي بالمملحات وكيمشي بالحلو وكنخدموه بزاف، كيمشي الافراح بزاف المناسبات، كيجي مزيون. الا كان صغير وهذا راه كيجي مزيون. المهم اول حاجه كنعملوا الحليب. هنايا بالنسبه للحليب عملت 125 غرام ديال الحليب، وعملت 125 غرام ديال الماء، وعملت 100 غرام ديال الزيت، واحد الرشه ديال المليحه. وضروري ضروري تكون العافيه مهينه وتكون الطنجره مزيانه. وساهل البنات، راه كيجي غزال تعملوا لوليداتكم في رمضان. تعمروا بالمالح باي حشوه بغيتوا تعملوها الحلو، تعمروها بالكريم باتيسري، راه ساهل. غير ركزوا غير على المقادير وركزوا على الطياب وصافي، وساهل. اي اسهل حاجه كما قلت لكم. بالنسبه عندنا كما قلت لكم عملنا الطحين، عملنا 200 غرام ديال الطحين، عملنا 125 غرام ديال الحليب، عملت 125 غرام ديال الماء، المليحه، 100 غرام ديال الزيت. صافي كنعملوا كلشي مره. هانتوما كتشوفوا كيكون خفيف، والبوطه كتكون محنيه، وكتشبروا واحد الفويي واحد الخربط هايدا. وكما قلت لكم تكون كسرونه ولا طنجره مزيان. وحنا كنخلطوا واحد التيوته دباني نسيت ما قلت لكم شي. كيبقى اختيار، اي مذاق بغيتو تعملوه عملوه، صافي كيبقى الاختيار. صافي وحنا كنحركوا بواحد الطريقه تكون الانسان الجهد فيه، صافي حتى كيتبدل سبحان الله اللون ديالو كيتبدل مزيان. وكيحتاج نتوما كتشوفوا حتى كيرجع بحال صافي واحد الطرف كيرجع طريف. وانا ماشيه معاه بالفوي هيدا بهذه الطريقه هذه. وحنا لان باش يطيب داك الطحين ويطيب داك الحشوه كامله باش طيبنا. المهم بهذه الطريقه هذه صافي. ملي كيرجع كتله واحده، السر ديال الخدمه ديالو هو يبرد. صافي كنعملوها في واحد الصينيه. هذه الطريقه الخدمه ديالو. الا ما برد لكم شي ما حطيوها في واحد الصينيه، ترشوها في واحد الصينيه وخليوه يبرد. صافي ملي كيبرد كنعملوه هيدا في واحد البول هيدا. وكنعملوا البيضات. بالنسبه للبيضات انا دالي 4 البيضات، كيبقى على حسب الحجم ديال البيضات. انا دالي 4 البيضات، نتوما عملوا 3. ولا شفتوه باقي قاصح شويش ما بقاش كي هذا كيكون قاصح ما كيعطيكش باش تدقيه في ديك تجيب حلواني. زيدوا واحد بيضه هيدا. صافي انا زدت له واحد البيضه هيدا. وضروري كنضربوها هذه. وقلت لكم السر باش يجيكم مزيان هو تخليو داك الحشوه ديالو تبرد. صافي هانتوما كتشوفوا انا بغيت نخدمو في الماكينه كبيره. انا عملت غير هاد الماكينه هيدا ولكن عذبت، ولكن ماشي مهم. صافي كنخدموه مزيان حتى كيرجع حتى كيبقى يلصق. والخدمه ديالو صعيبه، ماشي الخدمه ديالو صعيبه، سبحان الله القشع ديالو صعاب. كنخدموه حنايا هيدا كنخدموا الكميه كبيره، صعابين داك النسمه د البيضات وداك سبحان الله شوي واش كيعلق خصك الماء سخونين وفتيوته الجابيل. المهم ولكن ملي كتعملوا فاني ولا تعملوا شي مذاق الليمون ما كيبقاش النسمه البيضات. المهم صافي بعد ما صافي هيدا صافي خدمنا هيدا كنجيبوا واحد جيب حلواني وكنجيبوا واحد الصينيه. هانتوما غتشوفوا صافي كنعمل هاد الحشوه في هذا جيب حلواني بهذه الطريقه. كما قلت لكم هو الخدمه ديالو شويش، لان نقولوا بحال اللي كيوسخ كيتخلط، لان ضروري يكون هيدا كيلصق. صافي غنعمرو في هاد الجيب حلواني وغنجيب الصينيه ديالي وغنقطعو. بالنسبه للشكل نتوما ما بغيتو تعملوا داك البوق اللي عنده السمينه تعملوا، بغيتو تخليوه عادي خليوه عادي. المهم ركزوا غير على الطياب ديالو ضروري تركزوا عليه. ملي كنعملوه هيدا صافي غادي نقطعو في الصينيه. وساهل اي مبتدئه اي وحده تقطع، راه ساهل البنات ساهل. انا قلت لكم الخدمه ديالو هو دغيا كي هذه. هو اللي حاجه واحده هو خصو يبرد ملي غادي نقيوه اول مره. صافي كنسخن الفر ديالنا كنقطعو. بالنسبه للتقطيع انا كيفاش قطعته ها هو نتوما كتشوفوا.
هيدا كاين كيجي مدور، هيدا كيجي عاود طويل كيما بغيتو الشكل بغيتو تعملوه. هاد البوق هيدا بالسنينات هيدا عملوه، بغيتو تعملوه عادي عملوه عادي صافي. منين عملوه في الصينيه هذه غير اختياريه، بغيتو تغبروا عليه واحد فتيوته السكر، هيدا غير فتيوته السكر، داك السكر بحال اللي كيقرمل صافي. كنسخنوا الفران ديالنا من الفوق ومن تحت، من بعد كنحنيو كنطفيو الفران من الفوق وكندخلوه الطاوه ديالنا. ولكن عملوا هاد طريقه السكر، هاد طريقه السكر كاينه واحد كتعطي واحد النتيجه، هو كيبقى لنا مقرمل ما كيطيحش، كيعطي واحد اللوين وكيبقى مقرمل صافي. كندخلوها الفران ديالنا على داك 15 دقائق 16 دقائق نتوما غتشوفوه مجاجه. ومني كيطيب كنخرجوه ونخليوه يبرد حتى يبرد. ديك الساعه كنعمروه كنرجعوا لعمليه التعمير. بالنسبه للتعميره كل واحد باش كيعمر، انا عملت هذا الشكل هذا حتى هذا الشكل هذا عاود كيجي مزيون. الانسان يجرب، كنتمنىكم تجربوا البنات واخا كيدخلوا عليا بزاف د التعاليق، كل واحد شنو كيقول، كل واحد شنو لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما عندنا ما نعملوا، انسان الصبر وصافي. انا كنقول البنات كنعي نقول انا كنخدم مع الناس اللي باغيين يخدموا، مع المبتدئ، مع الناس اللي انا عندي ما نعطي شي حاجه طوب، ولكن خصني ندي الاجر مع الناس المبتدئين، هما اللي خصني ندير لانهم داك الدعوات ديالهم وداك هذا ديالهم. انا عندي ما نعطي، راه عندي 5 شهادات وعاد الدبلوم المعترف به من الدوله. المهم ما علينا، ها هو في الفران البنات باقي ما تحمرش، ولكن من بعد نسيتو تحرق لي، ولكن ماشي مهم. بالنسبه هو البنات تحمر لي شي حاجه، ولكن ماشي مهم، واخا كيتحمر كيجي مزيون. المهم هو تحمر لي. انا بالنسبه للتعميره كل واحد البنات انا كنعطيكم لاباس كل واحد. انا عملت الناطه، عملت واحد كريمه طلعتها وحولها، عملت واحد معلقه السكر فيها صافي. كنعمر بهذه الطريقه هذه، كنقسم هيدا كنقسمو وكنعمر له هيدا الطرف ديالو وغنزينو التزيين زين باش ما بغيتو هيدا وتغربلو عليه السكر كيجي غزال، بغيتو دهنوها بالناباج وتعملوا اللوز فيلي كيجي غزال، بغيتو دوبوا الشوكلاط وتشرطوه ولا تسيسولو الراس ديالو كيجي غزال. بالنسبه لهاد الطريقه البنات حتى الا بغيتو تلقيوها صغيور كنخدموها حنا في الافراح بالحق، كنعملوها صغيور وكنتقبوه من تحت. ما كنعملوش هي الطريقه هذه، كنتقبوه غير من تحت هيدا وكنحشيو داك الجيب حلواني فيه وكنعمروه وكندردروا عليه السكر ولا كنعملوا له الناباج واللوز كيجي مزيون حتى في الافراح كيتقدم، ولكن صغيور صافي. هانتوما كتشوفوا دابا هذا من بعد غنزينوه. التزيين دائما كيبقى الاختياري. وهذا هو لا فيديو، نتمنى يعجبكم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما نساونيش بداك التعاليق البنات. الله يجازيكم الله. وهذا هو نهاية الفيديو كما كتشوفوا. المهم نتمنى يعجبكم لا فيديو، نتمنى ان الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش داك بسيمه الخير. بالنسبه للدوره التكوينيه اللي عندي نهار 15 في شهر فبراير، نهار 15 في الشهر هذا البنات اللي تسجلوا واللي بغى عاود مهتم يدخل عليا يتسجل يجي يحضر الدوره. غتكون تكوينيه فيها البلدي، فيها الكعاب، فيها الملوزه، فيها المحنشه، فيها الملوكه، وداك الشيء تطبيقي.